ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معايا النهارده مهرجان السمك. بصوا كده حاجه خيال. ده طاجن جمبري جامد، سلطه طحينه، شوربه سي فود، رز احمر، والسمك طبعا. بصوا الشوربه عامله ازاي، السمك مقرمش جدا، ورز بالبصل. تعالوا نشوف بقى خطوه بخطوه احنا عملنا ايه النهارده. تعالوا نشوف اكلتنا بقى عباره عن ايه. عندي هنا سمك طبعا بحسب العدد اللي انتوا عايزينه. انا عندي هنا سمك بولتي منضفاه كويس جدا. بصوا شايفين نضيف ازاي، ونقعاه كويس في ملح وخل وليمون. بصوا من جوه، انا عايزه اوريهولكم من جوه عامل ازاي. بصوا، بسم الله ما شاء الله. شايفين السمكيه ناشفه وماسكه نفسها. اعرفوا ان طول ما السمكيه ناشفه يبقى طازه. وعندي هنا التتبيله بتاعتها عباره عن فلفل وثوم، فلفل اخضر وثوم وكمون وكزبره ناشفه وملح وقرن فلفل احمر وليمون وخل. وعندي هنا بقى حاجة الشوربة. بصوا عبارة عن ايه، طبعا مغسولة كويس ومتصفية. بصوا عبارة عن ايه، شايفين الجمبري والسمك الفيليه والصبيط والكابوريا وكندفلي، يعني تشكيلة حلوة كده. وعندي هنا بصلاية متقطعة التقطيعة اللي احنا عايزينها، وجزراية صغيرة، وطماطماية وفلفل حامي، والليمون طبعا اساسي، ومعلقة دقيق. وعندي هنا بقى التتبيلة اللي احنا قلنا عليها دي، يعني هتبل بيها السمك وهحدقه. وعندي كوبايه كريمه لباني، وعندي نص كيلو لبن. تعالى بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا شايفين السمك نضيف من جوه ما شاء الله ازاي. هتبل بقى عندي واحده واحده كده، واسيبه واركنه على جنب لحد ما اخلص اكلتي يكون ايه، اتحدق شويه. هنا بحط في الفتحات ديت، هتبل السمك كله زي ما احنا شايفين مع بعض كده. تمام، انا كده هخلص الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني. انا هنا تبلت السمك كله زي ما احنا شايفين مع بعض. هركنه على جنب، ويلا بقى نبدأ نشوف هنعمل الشوربة ازاي. عندي حلة على النار فيها بصلاية مفرومة ناعم، بصلاية صغيرة، واحط عليها حبة زيت، وابدأ مش هشوحها، يعني اديها تقلبتين كده. شايفين معلقة زبدة، وابدأ اقلبها. وهحط عندي نص معلقة توم مفروم. الزبدة بس تسيح كده، واقلب في البصلاية. بس شايفين التومة اتحمرت اهي، والبصلة يا دوبك غمقت شوية. هبتدي بقى انزل عندي حاجة الشوربة كلها، طبعا مغسولة كويس جدا، اهم حاجة تكون نظيفة. ننزل بالكمية كلها. اهم حاجة ما اقلبش فيها كتير عشان الحاجة ما تتهريش. دي اهم خطوة، يا دوبك تقلبتين واسيب الحاجة تتشوح زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. تقلبتين كده، مش عايزة الحاجة تتقلب كتير. بس تمام كده اهي، ابتدت تاخد لون. هبدأ انزل معاها بقى بالخضار. طبعا دي خطوة اختياري، انا بس بتدي طعم حلو، وفي الاخر بشيلهم يعني. ازود عندي كوباية مية تغلي بس غلوة، وبعد كده اكمل بقية الشوربة بتاعتي. زي ما احنا شايفين المية مش كتير، انا عايزاها تعمل صوص بس. هغطيها كده، خلاص ابتدت تغلي. هبتدي انزل بقى عندي باللبن زي ما احنا شايفين مع بعض. كوباية الكريمة اللباني بس. تمام. وهبتدي بقى احط الملح والفلفل الاسمر، مش اكتر من كده، ولو حابين شوية شطة اختياري. هنسيبها بقى تغلي، نركنها على جنب. تعالوا بقى نعمل ايه، الرز.
عندي بصلايه متقطعه حتت صغيره، وعندي زيت. هبدا اشوح البصلايه لحد ما تغمق معايا، وما تخافوش ولا بتمرر ولا اي حاجه. هي حلاوه الرز ان ياخد لون بني كده مكرمل. هفضل كل شويه اقلب فيه عشان ما يتحرقش مني. ده اهم حاجه، دي اهم خطوه في الرز. بصوا بدات تغمق معايا ازاي، شايفين؟ هو ده بقى اللون المطلوب. بصوا يا دوبك الواحد يقلب تقلبتين، ما تخافيش، مش هيمرر ولا اي حاجه. طب انا كده خلاص تمام، هو اللون ده اللي انا عايزاه. هبتدي انزل عندي بمقدار الميه قد مقدار الرز. يعني انا لو عامله كوبايتين رز احط كوبايتين ميه، وهكذا يعني. استنى بقى الميه تغلي، بعد كده انزل بالرز بتاعي. الميه غليت خلاص، هنزل بقى بالرز بتاعي. اكون طبعا غسلاه ومصفياه كويس. تمام. وبحط الملح وشويه كزبره ناشفه، بتدي نكهه حلوه، مش اكتر من كده. تمام، زي ما احنا شايفين مع بعض. حاجه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت حلوه. انا كده خلاص الرز عندي استوى. بصوا شكله عامل ازاي ولونه عامل ازاي. لونه خطير يا جماعه، خطير. بصوا، ولا معجن ولا اي حاجه، شايفين؟ انا كده خلاص هطفي على الرز. تعالوا نخش بقى على الخطوه اللي بعد كده. هجيب عندي حله فيها بصلايه صغيره مبشوره مع حبه زيت. هعمل رز بس بطريقه تانية مختلفه. يا دوبك البصلايه تدبل بس شويه، وهكون عندي عصره كوبايه طماطم وانزل بيها. تمام. هعمل رز بالطماطم، رز لونه احمر يعني. هغطي بقى عليها لحد ما تتسبك زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. سبكت عندي اهو. هنزل بقى بكوبايه الرز. اهم حاجه الرز ده يا جماعه لازم يتقلب على طول اهو. انا كده خلاص الرز استوى، شايفين شكله عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف الخطوه ديت. احب خطوات على قلبي. طاجن الجمبري الجميل. هجيب عندي طاسه واحط فيها شويه زيت، واكون مقطعه عندي بصلايه جوانح صغيره، على قرن فلفل حامي وبارد اخضر، واكون عندي عصره كوبايه طماطم. هشوح البصلايه كده تاخد يعني تدبل شويه، وانزل عليها بالطماطم زي ما احنا شايفين. واكون عندي كزبره ناشفه وكمون وملح. هي بدات تتسبك. هبدا انزل بالجمبري بس ما اقلبوش غير لما الاقي لونه بيتغير واحده واحده كده عشان ما يتهريش مني. زي ما احنا شايفين كده خد لون من تحت. هبدا اقلبه. انا عايزاه يعني 3/4 سوا، مش عايزه يبقى ناشف قوي عشان ما ينشفش مني، عشان هكمل سوا في الطاجن. مش قادره اقول لكم الريحه خطيره. طبعا انا كنت متبله الجمبري بتوم ودقه، فما حطيتش توم تاني، اكتفيت باللي كان في الجمبري. عندي بقى هنا الطاجن. بصوا المنظر جميل قوي. انا كده خلاص خلصت الطاجن واحطه في الفرن، ونتبل بقى مع بعض السمك. هجيب عندي هنا دقيق واحط عليه نشا. يعني انا الكميه دي حط عليها نص كوبايه نشا، هي اللي بتخلي السمك مقرمش. وتعالوا بقى في خطوه مهمه جدا، تكايه كده عشان تطلع السمك مقرمش. انا هنا بصوا عملت السمك بالدقيق كويس جدا، وقبل ما احطه في الزيت هبله في الدقه اللي كان هو منقوع فيها. بصوا مع بعض اهو. انا كده خلاص انا الزيت عندي مقدوح، هوريهولكم. بصوا لازم الزيت يكون مقدوح قوي عشان يطلع السمك مقرمش. وده كان منظر سفرتنا النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وبسيط وسهل. شايفين المنظر؟ بصوا الطاجن حلو قوي، جربوه مش هتندموا. وعملت سلطه الطحينه، والشوربه كانت رائعه. وده الرز الاحمر، والسمك كان مقرمش جدا. واتمنى اكون ان انا عجبتكم، واللي يجرب حاجه يبعتها لي. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.